السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. متابعيني الحلوين، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. وحشتوني كتير من الفيديو اللي فات. عندنا اوردر حلو قوي، تابعوا معايا الفيديو الاخر وما تنسونيش بلايك واشتراك القناة. ويلا نصلي على رسولنا الكريم ونقول اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. بصوا بقى، عندنا فيديو حلو جدا ان شاء الله هيعجبكم. حابة بس اقول لكم كلمتين كده واحنا شغالة في الفيديو. اللي بجد بشكركم على كلامكم وكومنتاتكم، بجد ربنا يجازيكم كل خير. قد ايه بجد بفرح من الكلام اللي انتوا بتكتبوهولي. وانا شغاله بقى كده هقول الكومنتات اللي جاتلي وهرد عليها. تمام. تعالوا بقى نقول بسم الله الرحمن الرحيم ونشوف انا عملت ايه. اول حاجه انا كنت غاسله كده ومقشره حوالي 3 كيلو من البصل. ضربت كده في الكبه كميه من البصل وخدت منهم حوالي مثلا نقول نص كيلو من البصل. وحطيت عليهم ملح وفلفل اسود ودعكتهم كده في بعض. ومعايا بقى حمام وفراخ بلدي كده زي ما انتوا شايفين. هبدا اتبلها بالتتبيله البسيطه دي. تمام. وبعد كده هشيل بقى الصاج ده كده بالفراخ والكلام ده، دخله التلاجة يقعد شوية كده. اللحم بتاع الفراخ والحمام يتشرب من التتبيلة. وبعد كده نشوف هنعمل ايه. انا قفلت كده الفراخ بعصاية الشيش طاووق. وبقى بكسرها كده عشان ما تبقاش طويلة كده في الحلة. تمام. تعالوا بقى هنا نشوف عملت ايه. هنا بقى جبت برضو جزء من البصل كده، برضو حوالي بصلتين. وحطيت عليهم 3 طماطمات. وبرضو ضربتهم في الكبة زي ما انتوا شايفين، وهاخدهم بقى كده اصفيهم في اي بولة عندي كده، وهحط عليهم شوية من الخل. وشوية بقى من عصير الليمون ومعلقة من السكر. وملح وفلفل اسود. تمام. يبقى خل وعصير ليمون وملح وفلفل اسود. بس مش هحط زيت. طبعا ممكن تحطي اي حاجة، ممكن تحطي نص معلقة من السماق لو انت حابة. ممكن تحطي جوز الطيب لو انت حابة. لكن انا مش هحط جوز الطيب، انا هحط نص معلقة من السماق بس. عايزة اقولك السماق كمان بيدي مزازة كده حلوة جدا. ومعايا نص كيلو من البفتيك دوت بتبقى حته اللي احنا ناعمه كده خالص، بتستوي من الهوا يعني، وبتبقى الجزار بيقطعها لك رفيع. وفي نفس الوقت بيدقها لك. علشان احنا هنقليها بالبيض والبقسماط. حطيتها كده بقى في التتبيله، وطبعا مش هحط زيت في التتبيله نهائي. اي حاجه بعمل ليها كفر ما ينفعش تحط لها زيت. الزيت هيخلي الكفر ما يمسكش ويفصل. تمام. يبقى بصل وطماطم بس وملح وفلفل ومعلقه سكر. هنا بقى قطعت بتنجان زي ما انتوا شايفين، وبعدين حطيت عليه ملح وسبته يتصفى كده في مصفى علشان ما يشربش معايا زيت. تعالوا بقى هنا نجيب شويه بقى من الوك بتاعتي او الطاستين اللي انا مغلباهم معايا دول. حطيت عليه فيهم بقى شويه من الزيت وشويه من معلقتين من السمنه او معلقه من السمنه، ونزلت عليهم بكل واحده من البصل. والحله دي حطيت فيها نص كوبايه من الزيت، ونزلت بصلتين فرماهم في الكب. هناخد بقى حله او طاسه كده ونشوف هنعمل فيها ايه. اول حاجه خلينا في الحله زي ما انتوا شايفين عشان ما تتوهوش مني. حطيت بقى على البصل بعد لما دبل معلقه من الفلفل الاحمر. ونزلت بمعلقتين كبار من الصلصه. وبعدين نزلت ب2 كيلو من الطماطم ضربهم في الكب. طبعا الحله دي انتوا حفظتوها. خلطه المحشي ما بغيرهاش زي ما انتوا شايفين. ونزلت بملح وفلفل اسود وشويه من البابريكا وهسيبها تتسبك. تمام. عايزه اقول لكم الحله دي هتبقى معانا كل يوم. هنا بقى جبت بقى اول طاسه بعد لما البصل دبل، ونزلت عليها بكيلو من اللحمه المفرومه. وهبدا بقى اعصجها بالطريقه العاديه. اول لما بحط اللحمه بحط عليها شويه فلفل اسود. وبسيبها لغايه لما تفك. وبعدين لما تفك هنشوف هنعمل فيها ايه تاني. هنا بقى بدأت بقى جبت الطاسة بتاعتي ونزلت ببتنجان علشان اقليه. طبعا البتنجان بديله رشة من الدقيق عشان ما يشربش زيت معي. تمام. اما بقى الطاسة ديت الحاجة الوحيدة اللي بخلي البصل بتاعها ياخد لون بني. لو انتوا خدتوا بالكم المحشي مش بخلي البصلة تحمر اللي هي التسبيكة. واللحمة العصاج مش بخليه ياخد اللون الغامق ده. يا دوبك يصفر. لكن الحمام بحب البصلة تبقى آه لونها بني كده بس مش محروقه، تبقى تهدي النار عليها علشان تاخد اللون الذهبي ده. نزلت بقى بالكبد والقوانص بتاعه الحمام، وبعدين اديت لها رشه من الملح ورشه من الفلفل الاسود. ورشه من القرفه. وبعد لما تشوحوا في بعض كده كويس قمت نازله عليها بالرز. وهسيب الكلام ده كله يتشوح كويس قوي. وهنزل بقى عليها الميه يا دوبك تبقى مغطيه الخلطه بتاعتي او الرز بتاعي. وهسيبه بقى على نار هاديه كده يستوي. علشان انا مش عايزه اسويه يعني سوا كامل. تمام. هنا بقى هقلي البتنجان كله وهقلي فلفل.
وتعالوا بقى وانا بقى ايه بعصج اللحمه كده، يا دوبك هظبط الملح بتاعها واقطع قرن فلفل. اقول لكم على الكومنتات اللي جاتلي. في كومنت جالي قالت لي يعني متابعه حبيبتي ربنا يجازيكي كل خير، واضح ان انتي بتستخدمي حاجات حلوه او نظيفه وحاجات غاليه، ومش بتستخسري في المنتج او الحاجه اللي انتي بتعمليها. واضح ان انتي كريمه، فدوت اللي بيميزك عن المطاعم. فعلا والله، يعني عايزه اقولك انتي فرحتيني قد ايه بالكومنت ده. حسيت اللي يمكن الصوره، يعني ساعات بحس ان الفيديو مش مبين قد ايه انا بهتم بالحاجه اللي بطلعها. يعني والله ما بهتمش قد ايه بكسب، بس بهتم قد ايه اللي بياكل يدعي لي دعوه حلوه. يعني بص، مش عايزه احلف كتير، بس ربنا هو اللي شاهد ومطلع يعني. فكونك اللي انت تاخدي بالك اللي انا بهتم بحاجه زي كده، ده يعني حاجه فوق راسي. يعني بجد كتر خيرك وشكرا بجد، لان فعلا فرحتيني. ده اول كومنت جالي. هقول لكم بقى التسبيكه اللي هناك خالص دي انا عملت فيها ايه علشان ايه برضو مفيش حاجه تفوتكم. انا حطيت شويه زيت صغيرين وشويه من الثوم، وبعدين نزلت عليهم بمعلقه صغيره من الفلفل الاحمر، وقمت حاطه عليهم ايه ربع كوبايه من الخل. وبعد كده قمت نزلت بطماطم، عصير طماطم ضرباه في الخلاط، وهسيبه تتسبك مع ملح وفلفل اسود ورشه من الكمون بسيطه ورشه من البابريكا. ودي الصلصه بتاعه المسقعه. وزي ما انتم شايفين كده انا بعمل صينيه مسقعه باللحمه المفرومه. حطيت طبقه بتنجان بعد لما خلصت قليه البتنجان كله، وطبقه مسقعه وطبقه لحمه مفرومه قصدي. وبعدين حطيت طبقه بتنجان تاني وفلفل. ودي الطماطم اللي انا سبكتها حطيتها بقى فوقيها ودخلتها الفرن. هنا بقى الرز بتاع الحمام كان استوى، هنحشيه بالطريقه العاديه. واهم حاجه بقى ايه، ما تكبسوش. تعالوا اقول لكم تاني كومنت جالي وقد ايه بجد برضو فرحني وانا بحشي الحمام هنا كده. بصوا، برضو متابعة حبيبتي قالت لي انا حاسة ان انتي بجد نفسي قناتك تكبر، عشان كده اكتبي في العنوان. لو تفتكروا العنوان اللي فات انا كتبت فيه ايه، لكل مجتهد نصيب. فالعنوان دوت كان بناء على طلبها، اللي هي اللي كتبت لي العنوان ده في تعليق، وقالت لي انا حاسه ان شاء الله ربنا هيكرمك، فاكتبي كده العنوان دوت ده ايه. انا حاسه ان ايه العنوان ده هيبقى مناسب لي. فانا فعلا كتبته، لان فعلا انا مؤمنه ان كل واحد ما بياخدش غير اللي ربنا كتبه له. كتبته. فلقيتها بقى كاتبالي اللي هي بتشكرني قد ايه اللي انا كتبت العنوان وسمعت كلامها. عايزه اقول لك ده اقل حاجه اللي انا اقدر اعملها لك. انا عايزه اقول لكم كمان، انا بحس ان حد بياخد من وقته وبيتفرج على فيديو وبيكتب لي كلمه حلوه، ده في حد ذاته يعني فضل ونعمه من عند ربنا. يعني مش عايزه اقول لكم كتير عليا، بس الحمد لله فعلا انا ببقى فرحانه جدا. فكون اللي انت تطلبي مني اللي انا اكتب عنوان انت قلتيه، ده اقل حاجه منك. يمكن عايزه اقول لكم والله يا جماعه انا احلامي ربنا يعلم بيها. يعني ربنا هو الوحيد اللي مطلع زي ما قلت لكم. انتوا عارفين في يوم من الايام لما قناتي تكبر كل حلمي، كل الشغل اللي انتوا بتشوفوه اللي انا بعمل اوردرات طبعا بفلوس والكلام ده، انا حلمي. ويمكن العملاء اللي بياخدوا مني الاوردرات، انا قلت لكذا حد منهم كده، اللي هيبقى مش هيبقى عبارة عن اوردرات، نفسي يبقى اطعام او يوم لما القناة تكبر. مش عارفة انتوا فاهميني او قادرة اوصل لكم الفكرة. لاني هتبقى القناة الحمد لله قادرة بتدي. طبعا هي دلوقتي الحمد لله برضو راضية بكل حاجة، ما بتديش حاجة، بس الحمد لله ربنا معوض من ناحية الاوردرات. فيوم لما القناة ربنا يفتح عليا هحس ان شغلي دوت وتعبي اكيد مش هوقف طبخ، لان دي حاجة انا بحبها. فانا هبقى حابة اللي هو يروح لوجه الله، فاهميني. اتمنى اكون رديت على كل الكلام، واتمنى تكونوا فعلا مصدقين كل كلمة، لان فعلا كل كلمة طالعة من قلبي. تعالوا هنا بقى، انا مش عارفة الفيديو عدى ولا ايه، بس معلش بقى لو حاجة فاتتني. هنا بقى جبت حلة وحطيت فيها اكبر حلة عندي، حطيت فيها بقى مية، وحطيت فيها بقى ورق لوري وحبهان و... وايه تاني وطماطم وبصل، الحاجات اللي انت بتظبطي بيها الشوربه. وبعدين نزلت بقى بالفراخ البلدي والحمام مع بعض وطماطم، وهنقص بقى شويه من الميه كده علشان ايه كانت كتير وهتفور على الحل. تمام. وهسيب بقى الحاجات دي تستلق بالطريقه العاديه خالص، بس الحمام بياخد سوا اقل من الفراخ البلدي. هتابعهم بقى كده، واللي يستوي بدري هطلعه. هتشوفوا دلوقتي معي. هنا بقى عملنا صينيه مكرونه بالبشاميل بقى ايه. طبعا انتوا حفظتوها، عملت البشاميل بالطريقه اللي انتوا متعودين معايا عليها. وعايزه اقول لكم انا بحط 2 كيلو في صينيه المكرونه دي، 2 كيلو من اللبن.
على 3 معالق دقيق و3 معالق من السمنه. وبعمل بقى البشاميل كده، الدقيق يغلي مع السمنه كده بس ما ياخدش لون، وبنزل باللبن وملح وفلفل بس. طبعا حابه تحطي جوز الطيب تمام. الاوردر ده انا ما حطيتش في البشاميل جوز الطيب لان ده بناء على طلب ايه العميل. هنا بقى شايفين بقى المكرونه بتبقى غرقانه في البشاميل ازاي، واللي انا بستخدمه للصينيه دي كيس مكرونه 400 جرام بس كده. وطبعا انا كنت معصجه اللحمه للصينيتين، سواء المكرونه البشاميل او صينيه المسقعه. تمام كده خلصنا صينيه المكرونه وحطينا الحاجات على النار. وبعد كده بقى هنبدا ايه نجهز المحشي. طبعا انا عملت طيران سبكت الصلصه بتاعه المحشي اللي جاي كله بقى ايه، يعني بعون الله سهل يعني. جبت بقى حله وحطيت فيها شويه من الميه وهبدا اسلق الكرنب بالطريقه العاديه. وايه يا دوبك حطاه في الميه شويه كمون وشويه من الملح وهسلقه ايه وبس، مش هتك عليه في استوى. لان الكرنب اصلا الايام دي بيبقى لسه ايه، يعني طري قوي يعني، من اقل حاجه بيستوي. تمام عشان ما يتهريش منك. بعد كده بقى هطلع الكرنب بقى في مصفى وايه وهنشوف هنعمل ايه تاني. هنا بقى كنت عايزه اقول لكم على حاجه كمان. العنوان بتاع النهارده برضو بناء على طلب العميله اللي هي اول متابعه او اختي، يعني بجد هي برضو اللي ادتني فكره العنوان. وانا ما عنديش مشكله اكتب اي حاجه انتوا عايزينها طالما هي انتوا راضيين عنها وانتوا اللي قايلينها لي، ما عنديش اي مشكله. انا القناه ديت يعني بحس اللي هي ايه، قناه لينا كلنا، يعني اي حد عايز او ليه وجهه نظري في حاجه، معلش بقى ايه شيرت، او ليه وجهه نظري في حاجه وعايز يكتبها لي، انا ما عنديش اي مشكله خالص وبجد وبفرح من اي تعليق بيتكتب لي. تعالوا هنا بقى ايه نشوف خلطه المحشي. طبعا حطيت بصل وطماطم وفلفل في الكبه وايه، وحطيت عليهم بقى بعدين قطعت الخضره. لما الخضره بتبقى كتير كده بقطعها على البلانشه، لكن لو كميه صغيره بحطها في الكبه علشان الكبه بتفرمها فريحتها بتظهر اكتر. وعملت خلطة المحشي وحطيت رز بالطريقة العادية. هنا بقى كان الحمام استوى، هو اللي طلعته الأول وسبت الفراخ زي ما انتوا شايفين. بس كان شوية شوربة مش عايزة اقول لكم بقى، ميكس كده حمام على فراخ بلدي، شوربة جبارة. هنعمل بيها كذا حاجة دلوقتي، بجد كانت رهيبة. هنا بقى نبدأ نحشي الممبار طبعا وايه. وطبعا الكرنب انا هحشيه مع نفسي. هنا نزلت بقى بايه، جبت مية وحطيت فيها ملح وفلفل اسود ورق لوري حبهان طماطم بصل نعناع. والنعناع ده ما تنسوهوش في خلطة المحشي نهائي، يعني بالذات في الكرنب والورق العنب والفلفل. لا مش في الكرنب قصدي، في الممبار والفلفل والبتنجان والكوس. هنا بقى هبدأ ايه، بعد لما حشيت الممبار هبدأ اسلقه بالطريقة العادية خالص، يغلي غلوتين كده على نار عالية. وانا ما بربطهوش، انا بس المية تغلي كويس وبنزل بيه زي ما انتوا شايفين. وبعدين بقى ايه يغلي بقى كده، ولو طلع اي حاجة ريم ولا حاجة هشيلها وبعدين ههدي النار عليه لغاية لما يستوي. تمام. هنا بقى هنعمل ايه بقى، هنعمل صينية رز بسمتي مش عارفة صوتي ماله في شيء كده مش عايزة تروح مني بسم الله. هنا بقى جبت حلة وحطيت فيها شوية من الزيت على معلقة من السمنة او الزبدة. وبعد كده ايه جبت بصلتين قطعتهم كده على ايدي بسرعة واسيبهم لغاية لما ايه يعني يصفروا كده معايا. وبعد كده هنشوف هنعمل ايه. عايزة اقول لكم الرز بقى ده كان في حتة تانية. بعد بقى لما الرز البصلة تدبل كده هنزل عليها بخمس معالق من السكر. تمام سكر يعني 5 معالق من السكر العادي، سكر اللي احنا بنحطه في الشاي ده. تمام ما تستغربوش. وبعد كده هنزل عليهم بقى ورق لوري وحبهان ومعلقة كبيرة من الكاري ونص معلقة من القرفة وربع معلقة من الايه من الكركم. الكلام ده كله بقى هشوحه مع بعض لغاية لما ريحة القرفة والكاري ايه تطلع كده. عايزه اقول لك هتاخدي رز بالخلطه. طبعا الرز بالخلطه ليه طريقتين، يا اما الطريقه اللي هي السريعه اللي انا بعملها ديت اللي كله بتشوحيه مع بعضه وال وبيطلع لونه اصفر، او لو انت حابه اللي هو لونه بني ده بتكرملي له السكر في حله تانية، بتكرملي السكر كأنك بتعملي كراميل وتنزلي عليه بالشوربه او الميه. تمام وبعدين بتحطي ده على ده. عايزه اقول لكم ده جميل وده جميل. بس الرز اللي اللي احنا بنعمله دلوقتي ده كان طعمه جبار. بعد كده بقى نزلت بالرز كده وشوحت كل الكلام ده مع بعضه وبقى لونه رهيب. هاخد بقى الشوربه التحفه اللي انتوا شايفينها كده، وجبت مج كبير كده وايه، وهاخد من الشوربه وهسقي الايه الرز بالشوربه. عايزه اقول لكم كان يعني يعني حلو دي شويه.
طبعا الشوربة دي كانت كنز في البيت يعني. سقيت بقى بيها الرز وهسيبه بقى يغلي. طبعا الرز البسمتي بياخد معيار اكتر ميه او شوربه اكتر من من الرز المصري. يعني لو كوبايه من الرز بتحطي كوبايه ونص من من الميه او الشوربه، على حسب كمان نوع الرز البسمتي. يعني انت لازم الرز البسمتي ده تبقي انت مجرباه بتعمليه على طول، ما تغيريش النوع، لان كل نوع ليه طريقه تسويه مختلفه. هنا بقى اخر حاجه بقى هنبدا نشتغل فيها، وهنعمل صينيه بطاطس. جبت معلقه من السمنه وقطعت كده بصلايه كده زي ما انتوا شايفين جوانح، وبعد كده هبدا احط عليها بقى كده فصين من الثوم، هقطعهم برضو مع معلقه صغيره من من الفلفل الاحمر. الفلفل الاحمر دوت انا ضايباه في الكبه، بس هو مش كله سبايسي، هو سبايسي على اللي هو الرومي البلدي ده، يعني هو حرش كده مش حامي. تمام. هقلب بقى الثوم بالبصل بالفلفل كده، ورشه بقى من الفلفل الاسود ورشه من القرفه، وشوحت بقى الكلام ده كله مع بعضه بس، مش هحط اي حاجه تانية. وبعد كده بقى هجيب البطاطس هقطعها زي ما انتوا شايفين كده، حلق ولا تخينه قوي ولا رفيع. عايزه اقول لكم بطاطس، صينيه بطاطس عاديه من غير ولا لحمه ولا فراخ ولا اي حاجه، وكان طعمها في حته تانية. هبدأ بقى اشوح الكلام ده كله مع بعضه، البصل مع الخلطة مع التوابل مع الثوم والفلفل والبطاطس مع حتة السمنة اللي انا كنت حطاها. تمام. بعد لما اديلها تشويحة كده هنزل عليها بطماطم، عصير طماطم انا ضايباه في الخلاط كده. وطبعا الطماطم كده هفكها شويه يعني مج كده من الشوربه اللي انتوا كنتوا شايفينها، عشان تديها طعم حلو. وهسيبها بقى تستوى. طبعا ظبطت الملح، وهسيبها بقى على نار عاليه كده تغلي. اول لما تدخل في السوا اقوم مدخلاها الفرن. هنا الممبار كان استوى بقى، هبدا اطلعه. وعايزه اقول لكم الممبار ده جزء هحمر وجزء هيروح مش متحمر. طبعا انا المقطع عدى، بس طبعا كلنا بنعرف نعمل الكفر بتاع البقسماط بتاع البانيه او البفتيك. يا دوبك هي طبق فيه دقيق وطبق فيه بقسماط وطبق فيه بيض. البقسماط يعني ما يفضلش اللي انت تحطي فيه بيض ولبن، ما يبقاش فيه سوائل، هو بيض وممكن تفكيه بشويه لبن صغيرين. تمام. وهتحطي بقى في الدقيق، وبعدين في البيض في البيض، وبعدين تقومي حاطاه في البقسماط. اهم خطوه بقى في اللي انت تضغطي ضغطه جامده جدا في وانت بتحطيه في البقسماط. وهقليه بقى في زيت عادي، وخلاص على كده. تعالوا هنا بقى زي ما انتوا شايفين الرز بقى وجماله وفلفلته. وكنت حمرت بقى الممبار وحمرت الفراخ والحمام، بجد الف هنا وشفا ليهم. هحط بقى كل طبق فيه رز، وتحتيه وفوقيه الحمام، ورشه من الزبيب زي ما انتوا شايفين. وبعد كده بقى هبدأ بقى اظبط الاطباق بتاعتي كده زي ما انتوا شايفين، في كل طبق زي ما قلت لكم رز وفوقيها الحمامه ورشه من الزبيب. عايزه اقول لكم اللي انا بحمر الحاجه ديت في سواء الفراخ ولا الحمام، بحمرها بشويه زيت وشويه ومعلقه من السمنه البلدي، بتطلع لونها بصوا جبار. وعايزه اقول لك لما بتحمريها في الطاسه كده احسن ما بتدخليها في الفرن او تحت الشوايه. الطاسه بتخلي كلها لون واحد، وبتبقى كلها طريه. الشوايه برضو بتنشفها، وفي نفس الوقت بتخلي حته فاتحه وحته غامقه، حته كده حمرت قوي وحته ما مش قوي يعني. تعالوا هنا بقى نشوف بقى الشكل النهائي زي ما انتوا شايفين. بصوا بقى صينيه المكرونه طلعت وادي رز. وعشان بقى ما اطولش عليكم الفيديو اكتر من كده، عملت سلطه دقوس وسلطه كول سلو وسلطه خضراء، وحشيت البتنجان المخلل. كل الحاجات دي عملتها كده من غير ما افتح التليفون، لاني ما كانش فيه كمان مساحه للتليفون. ودي صينيه البطاطس والبفتيك. بجد اتمنى الفيديو يكون عجبكم، واتمنى يكون بتعجبكم فيديوهاتي بس. واتمنى الاوردر بتاع النهارده يكون عجبكم، واشوفكم فيديو جديد. وطبعا لو وصلتم معايا لغايه هنا ما تنسونيش بدعوه حلوه ولايك واشتراك للقناه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. واسيبكم بقى مع مع الشكل الاوردر ده. باي باي.